أضخم بشر ظهروا على وجه الأرض. أخبرنا عنهم ربنا سبحانه وتعالى إنهم كانوا من أشهر جبابرة الأرض في التاريخ. هنتكلم النهاردة عن قوم عاد. هنعرف مين هم وقصتهم مع سيدنا هود عليه السلام، ومين هو أشهر ملك حكمهم، والجنة اللي حاول يبنيها، وإزاي اكتشفوا أجسامهم في العصر الحديث. قبل ما نبدأ يا ريت نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأتمنى إنكم تساعدوا في انتشار الحكاية. الأول، مين هم قوم عاد وليه اتسموا بالاسم ده وكانوا عايشين فين؟ قوم عاد هم قبيلة من قبائل العرب البائدة، والعرب البائدة مصطلح بيتقال على القبائل اللي كانت عايشة من آلاف السنين في شبه الجزيرة العربية وانقطع نسلهم تماما من الوجود. وقوم عاد اتسموا بالاسم ده نسبة لجدهم عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. حضارتهم كانت حضارة جميلة جدا ورائعة، وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعم كتير خلتهم يعيشوا في ثراء فاحش، وكمان أنعم عليهم بالقوة الجسمانية الرهيبة، وده لأن أغلب العلماء والمفسرين بيعتبروهم أضخم بشر ظهروا على وجه الأرض، وأجسامهم كانت عملاقة لدرجة صعب على أي عقل إنه يستوعبها. وبالنسبة لتحديد أطوالهم فالعلماء والمفسرين اختلفوا فيها، بس يعتبر الرأي المشهور إن طولهم كان في المتوسط بيوصل ل70 ذراع، يعني 42 متر. طب بالنسبة لقصتهم مع سيدنا هود عليه السلام، قوم عاد رغم كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بيها، إلا إنهم كانوا بيعبدوا الأصنام من دون الله، وساعتها ربنا أرسل ليهم نبيه ورسوله سيدنا هود عليه السلام عشان يدعوهم لعبادة الله الحق ويبعدوا عن عبادة الأصنام. وفضل يفكرهم بنعم ربنا عليهم من ثراء وحضارة عظيمة وقوة جسمانية رهيبة، وكمان كان بيفكرهم بالعذاب اللي نزل على قوم سيدنا نوح عليه السلام وازاي انتهوا كلهم في ثواني معدودة، وده لأن زمن سيدنا نوح عليه السلام ما كانش بعيد عن زمنهم، وكانت القصص اللي حصلت أيامه من الحكايات اللي كانوا بيتوارثوها بينهم جيل بعد جيل. بس ردهم على كلام سيدنا هود عليه السلام كان رفض دعوته واستهزأوا بيه، ووصل بيهم الجبروت انهم يتحدوه ويقولوا له نزل العذاب لو كنت صادق، هددوه بالقتل او الطرد من المدينة لو ما بطلش يدعوهم بدعوته اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسلوا ليهم بيها. وما امنش بدعوة سيدنا هود اللي عدد قليل جدا منهم، اما الغالبية العظمى فضلوا على عنادهم وكفرهم، وكان من اشدهم كفر اشهر ملوكهم هو شداد بن عاد، وده ليه قصة غريبة لوحده هحكيها لحضراتكم دلوقتي. شداد بن عاد بيعتبر تاني ملوك قوم عاد واكثرهم قوة، وبيقال ان هو اللي بنى مدينة إرم الرائعة اللي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى إنها لم يخلق مثلها في البلاد. مسك الحكم هو وأخوه شديد بعد وفاة أبوهم الملك عاد بن عوص، وبقى الاتنين بيحكموا قوم عاد مع بعض. وبعد فترة مات شديد وبقى شداد هو الحاكم الوحيد، ولما جاله سيدنا هود عليه السلام يدعوه لترك عبادة الأصنام وإنه يعبد الله الواحد، رفض شداد، وبيقال إنه قال لسيدنا هود في بجاحة يعني أنا لو عبدت ربك لوحده هستفيد إيه؟ فرد عليه سيدنا هود وقال له إنه هيدخل الجنة اللي عرضها السماوات والأرض وأجمل شيء في الكون كله. فشداد قرر انه يتحدى سيدنا هود، وراح خصص ارض واسعة جدا وبناها وحط فيها اجمل الاشجار والنباتات والذهب والفضة، وخلاها زي ما بنقول كده بالمعنى المجازي جنة، على اساس انه كده هيكون عمل جنة في الارض اجمل من جنة ربنا، حاشا لله طبعا. وانه بكده بيقول لسيدنا هود انه ما جابش حاجة جديدة، وادينا عملت الجنة اللي عمال تكلمنا عنها اهي. ورغم تبجح شداد بن عاد الا ان بعض العلماء بيقولوا انه كان ليه اخ اسمه مرثد بن عاد، ومرثد ده كان من اللي امنوا بدعوة سيدنا هود عليه السلام. قبل ما اقول لكم نهايتهم كانت ازاي، خلوني اقول لكم ازاي قدروا يكتشفوا اجسام قوم عاد في العصر الحديث. اكتشاف اجسام قوم عاد تم بالصدفة البحتة، وده حصل من فترة قريبة، ممكن تكون أكتر من 10 سنين بحاجة بسيطة، لما راحت مجموعة من موظفين شركة أرامكو بالآلات والمعدات بتاعتها عشان ينقبوا عن الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة في صحراء الربع الخالي الموجودة في المنطقة الجنوبية الشرقية من الصحراء العربية. وساعتها المجموعة الاستكشافية بتوع شركة أرامكو لما حفروا اكتشفوا مقبرة فيها أعداد كبيرة من الهياكل العظمية الضخمة. طبعا الوضع كان مذهل جدا، فبلغوا الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، وراح مجموعة من الباحثين لمكان المقبرة دي، وبعدها أكد الباحثين
مركزين على ان المقبرة دي بتخص قوم عاد، وان الاجسام والهياكل العظيمة الضخمة اللي فيها هي للبشر اللي كانوا من قوم عاد نفسهم. ومن ساعتها المنطقة مقفولة وممنوع دخول اي شخص فيها لاي سبب من الاسباب، ما عدا موظفين شركة ارامكو بس اللي ممكن يدخلوها بهدف التنقيب عن الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة. وبالنسبة للهياكل المكتشفة فده زي ما تقول كده كان واضح عليها انها ماتت بعذاب شديد مش بطريقة طبيعية عادية، وده اللي خلانا نعرف مدى شدة العذاب اللي ربنا سبحانه وتعالى انزله عليهم وافناهم بيه. طب ايه هو العذاب اللي ربنا نزله على قوم عاد، وايه اللي حصل للجنة بتاعة شداد؟ لما سيدنا هود عليه السلام يأس من دعوتهم للحق وحس ان محدش تاني هيآمن بيه، دعا ربنا عليهم عشان ينزل عليهم العذاب وينهي على وجودهم. وبالفعل ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاء نبيه ورسوله وأنزل عليهم العذاب كالصاعقة. واللي حصل إن ربنا أمر الرياح إنها تفني كل الكفار منهم بما فيهم ملكهم شداد المتجبر، فنزلت عليهم رياح شديدة جدا ما قدروش يستحملوها رغم ضخامة وقوة أجسادهم الهائلة. وساعتها شداد بن عاد كان بيجري مش قادر يقاوم، وراح على الجنة اللي هو بناها لقى كل حاجة فيها خربت وبقت أشبه بالمقبرة، وما كانش قادر يستحمل المنظر اللي شافه. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم إن الرياح دي استمرت في شدتها عليهم لمدة 7 ليالي و8 أيام لحد ما قضت على كل الكفار منهم، وانتهت حياة أضخم بشر في التاريخ بالرياح، وما فضلش منهم غير سيدنا هود عليه السلام والعدد القليل اللي كان آمن بدعوته. ومن شدة العذاب اللي نزل عليهم مدينة عاد نفسها اللي ربنا وصفها بأنها لم يخلق مثلها في البلاد من شدة جمالها اختفت تماما من الوجود وملهاش أي أثر. وأغلب المفسرين زي القرطبي قالوا إن مدينة إرم المفروض إنها كانت موجودة في صحراء عدن في اليمن، ومع ذلك المدينة دي ملهاش أي أخبار أو أي أثر، زي ما تكون الأرض اتشقت وبلعتها. ده حتى لما اكتشفوا أجسامهم تحت الأرض ما لقوش برضو مدينة عاد. انت متخيل العذاب اللي نزل عليهم؟ طيب ليه ربنا عذبهم وأفناهم في 8 أيام؟ ما كانش قادر يفنيهم كلهم في لمح البصر مثلا؟ حاشا لله طبعا، ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وكان يقدر يقضي عليهم في أقل من ثانية بحساباتنا البشرية. لكن تقدر تقول إن كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيعملها بيكون فيها حكمة منه. يعني ممكن تكون ال8 أيام دي عذاب ليهم قبل الموت. وكمان لو ركزنا هنلاقي إن الموضوع فيه استخفاف بقوم عاد الكافرين، وده لأن ربنا سبحانه وتعالى اختار إنه يقضي عليهم بالرياح. يعني كل الأجسام الهائلة دي انتهت بالهواء بأمر ربنا سبحانه وتعالى. وده ممكن يكون فيه حكمة إن الإنسان ما يتغرش بنفسه مهما بلغت قوته، وما يتغرش بالنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بيها، ولازم يشكره عشان ممكن تزول في وقت قصير جدا وبأتفه الأسباب. وعشان أكون حكيت لكم كل حاجة، محدش أنكر قوة قوم عاد وتجبرهم وعذاب ربنا سبحانه وتعالى ليهم، وده لأن كل ده مذكور في القرآن الكريم. لكن قصة شداد بن عاد رغم إنها مشهورة إلا إنها مش مذكورة في القرآن، وعشان كده خضعت لتفكير العلماء والمفسرين. وبعضهم زي فاضل الربيعي قال إنها قصة أسطورية وما حصلتش، وإن أساسها كان القصص المشهورة عند اليهود، وإنها اتشهرت عند المسلمين من خلال اليهود اللي دخلوا في الإسلام. وده لا يعني إنها أكيد أسطورية، لكنها على الأقل موضع شك من بعض العلماء. بس كده، يا رب ما كنتش طولت عليكم وكون قدرت أحكي لكم الحكاية اللي كانت معايا النهاردة بشكل مبسط وسهل. كان معاكم أخوكم ناصر حكاية. سلام عليكم.